تعادل الزمالك مع المحلة بشكل مخزي. كل اللي قلته في الفيديو اللي فات حصل بالملي وكأني انا قاري الماتش. حرام والله ان احنا يكون عندنا مدرب زي فيريرا ده ما بيقراش الماتش نهائي. لو شفتوا الفيديو اللي فات اللي انا عملته هتلاقوا ان انا قلت ان المحله ما بيلعبوش غير على لعبه واحده، ان هم بيلعبوا زون ديفنس وما بيطلعوش بالهجمه الا على لاعب واحد هو رشاد العرفاوي. وبالفعل تم ده واتعمل علينا هجمه مرتده بسببه، وهو اللي عمل العرضيه اللي جه منها الهدف. واللعيب كان المهاجم كان اسرع من المدافع حسام عبد المجيد، وهو بيجري بيحاول يلحقه، اكن في يعني رمل في رجله ومش قادر يجري وبطيء جدا في الارتداد. وطبعا بينتهج الغلطه الغريبه اللي عملها ما تفهمش فيه ايه، اكنه مهزوز من الماتش اللي فات بتاع الزمالك والغلطه بتاعت ضربه الجزاء. حرام ان هو يطلع الكرة بالرعونه دي بدماغه عشان تتخطف ويقدر رشاد العرفاوي يقدر يحطها بسن رجله من ورا عمر جابر، اللي طبيعي جدا لما يتعمل الكرة دي من قدامه كان المفروض يمسك رشاد العرفاوي ده ويعمل معاه فاول تكتيكي او يعرقله او يعمل اي حاجه بحيث ان هي ما تبقاش هجمه مرتده علينا. وكأن عمر جابر مصمم، حتى هو كابتن نادي الزمالك، وكأنه ناشئ لسه بيتعرف على الكوره ومش فاهم يعني ايه يعمل فاول تكتيكي في الوقت المناسب. وحتى لما هو راح وابتدى يرجع معاه ما قفلش زاويه التمرير العرضي الصحيح وهو واقف ناحيه جونه، وقف اكنه بيظبط معاه الاوفسايد، وقف على نفس خطه، مش ياخد خطوتين يسبقوا قدام بحيث ان هو ما يقدرش يعمل الباصه من وراه. يعمل باصه في نص الملعب مفيش مشكله، انما من وراه دي معناها ان في لعيب جري وبيقطع في المسافه او المساحه اللي ما بينه وما بين السيرد باك عشان يقطع الجون زي ما حصل بالظبط في الجون اللي دخل فينا. حرام ان احنا يبقى عندنا مدرب بالشكل ده. يعني ايه ان انت تبقى منزل احمد ربيع وعايزين نبني على الحاجه كويسه اللي عملها في الشوط الاول ان هو جاب جون، وما صدقنا ان احنا يبقى عندنا بديل رقم 6 قوي وكويس وهيدر وبيعرف يلعب كوره وبيطلع الناس من تحت كويس وما فيش مشكله عنده ان احنا نبني عليه وننزل مثلا نحميه. بعد ما جبنا الجون الاولاني كنت تقدر تطلع ناصر ماهر وتقدر وتنزل مثلا دونجا جنبه بحيث ان انت تحمي وسط الملعب بتاعك تماما، وتخلي احمد حمدي يلعب معاه قدام رقم 10 او 8 متقدم شويه، وتمسك نص الملعب وتبقى الدنيا تمام، وتقدر تلعب على بيزيرا وتنزل خوان الفينا تنزل شيكو بانزا مكان احمد شريف في الشوط الثاني، وتقدر تلعب على الوينجات وفي نفس الوقت تبقى ماسك نص الملعب كويس والباكين يطيروا ويكملوا مع الوينجات بتاعتك، ويبقى انت ما بتضربش زي كل مره. في كل ماتش بيحصل فينا نفس العمله وبيحصل فينا نفس الشكل، وبرده مش بيحرم وبيعمل نفس الغلطات. ولما حاول يتدخل بتغييرات دخل بتغييرات غريبه جدا، يعني تغيير الونش ونزوله مكان المدافع عندنا كان تغيير غريب جدا 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 جدا. ما تفهمش هو كان عايز ايه ان هو يخليه يلعب في نص الملعب ويكمل هو مكان الراجل اللي طلع وعنده دونجا بره. طب ما دونجا اصلا نزل على طول مباشره، وما كان محمد اسماعيل في نص الملعب وانت ما خسرتش محمد اسماعيل في الخلف. الجون حتى مش جاي من ناحيته ولا جاي من غلطته ولا اي حاجه من الكلام ده. الراجل كان مكمل في كورنر او ضربه ثابته والكره اتردت بسرعه، ولولا بنتايج بس اتصرف بطريقه مش كويسه في اللعب. فانت طلعت محمد اسماعيل باي ذنب وهو كان افضل واحد، دليل ان انت شايفه ان هو افضل واحد بيطلع الكوره من ورا. لما حاولت ان انت تلعب في التشكيل لعبته هو رقم 6 عشان يطلع لك الكوره، ولما جيت تصحح الغلط اللي انت عملته بدل ما طبعا مش هتطلع الونش لسه منزله، فهتطلع محمد اسماعيل وتنزل لنا مين بقى؟ سيف جعفر. نفس غلطه مين؟ ماتش وادي دجله. نفس الغلطات بتتكرر وبتعملها بشكل عشوائي جدا وكأنك متعمد ان احنا نخسر، متعمد ان احنا نخسر نقط، متعمد ان احنا ما نكسبش، متعمد ان احنا ما نفرحش، متعمد ان انت تبان ان انت مدرب ملط. بتشوف الغلطه واثنين وثلاثه وعايز حد يجي يعني يساعدك وهو اللي ينزل الناس مكانك. يعني لسان حاله كده بيقول لك انا ادرب الناس دي في التدريب مفيش مشكله، بس لما يجي الماتش والنبي يبقى شوف لنا حد من بره يجي هو يعني يشتغل على الماتش ويشوف الناس بتعمل ايه وممكن ينزل مين والتغييرات والكلام ده كله. والنبي عينوا لي حد وانا ابقى المساعد بتاعه، انا اعمل له التدريبات واعمل له اللياقه البدنيه والكلام ده كله،
وهو بقى يجي يكاتشن على الماتش كده ويبقى يمشي ويروح، وانا اخد مرتبي عادي برده ماليش دعوه. ده باعتبار يعني انه كده كده هياخد فلوسه. فحته ان هم ما بياخدوش فلوسهم والكلام ده كله، ولا لينا دخل احنا كجمهور الزمالك. احنا لينا ان الناس دي تبقى عامله اللي عليها في الملعب وبتاكل النجيله. كده كده هياخدوا فلوسهم، في الاخر هياخدوا فلوسهم، وهيبقى في الاخر احنا اللي اتحرق دمنا، واحنا اللي خسرنا الدوري، واحنا اللي خسرنا النقط دي بعد ما ياخدوا فلوسهم. يعني هيبقى تقدر ترجع الماضي وتقول لهم يلا العبوا كويس عشان انتوا خدتوا فلوسكم؟ مفيش الكلام ده. فهم كده كده هياخدوا فلوسهم، فطالما كده كده هياخدوا فلوسهم يبقى يلعبوا ويعملوا اللي عليهم. جون ادوارد لو سمحت، المدرب ده ما ينفعش اي تصميم بان هو يكمل الدوري مع الزمالك. ده ما هو الا اهدار للوقت وللمال وللصحه ولكل حاجه. والواحد يحس او حاسس ان هو المدرب ده لو شافه في الملعب مش هيتفرج على الماتش، عشان عارف اللي هيحصل من قبل ما يتم. فارجوك عيد النظر في المدرب ده. عايز خليه مساعد لمدرب، وان شاء الله تخليه مساعد لمدرب مصري. يعني انت ممكن تجيب طارق مصطفى وتخلي ده المدرب المساعد بتاعه، ما عنديش مشكله. فهو يقدر يستفيد من الدوري من خبرات طارق مصطفى، وطارق مصطفى يشتغل فني، وفي نفس الوقت الراجل ده يبقى مساعد معاه ويبقى قوي معاه، ويعملوا الاثنين دويتو قوي ويبقى الدنيا كويسه. ده لو انت مصمم عليه. مش مصمم عليه، مشيه وهات مدرب انت تكون على قناعات بيه. اظن ان احنا دلوقتي مفيش انسب عندنا من طارق مصطفى او مؤمن سليمان. دولت المدربين الوحيدين الوطنيين اللي ممكن يدوا لك شكل شويه ان هم ممكن يعملوا منظر باللعيبه اللي موجوده، وخصوصا ان اللعيبه اللي موجوده دي عندنا في الزمالك تقدر نعمل منهم فرقه كويسه جدا، عشان معدل اعمار قليل والدنيا معاهم تقدر تتظبط. بس محتاجين كوتش في الملعب يقدر يحركهم ويقدر يتصرف ويعمل الماتش بشكل يليق باسم نادي الزمالك الكبير اللي كل الفرق بقت بتطمع علينا، وعارفين ان هم حتى لو جه فيهم جون هيقدروا يرجعوا للماتش، ويقدروا كمان ممكن يكسبونا عادي جدا. مش شرط بس تعادل. من قبل الماتش ما يتلعب كلنا عارفين في مصر وخارج الوطن العربي، لو هتسمع كابتن علاء عبد العال بيدرب فرقه في بنجلاديش، هيجي هيلعب بنفس الطريقه. فانت من الاول خالص يا ابن الحلال انت عارف وجبت جون وربنا كرمك في الشوط الاول وراكب الماتش وعامل استحواذ والكلام ده كله. انزل بقى الشوط الثاني، يا اما تزود يا اما تامن، وكده كده الراجل ده بيلعب على المرتد خلاص، يبقى انت قفل المرتد يا باشا، وافضل هاجم عليه وضغطه برده، واقفل المرتد وقفل خطوطك صح عشان ما تعملش عليك المرتده اللي هو مش هيقدر يلعب اللي عليها خلاص، وتبقى انتهينا وخدنا الماتش حتى لو 1-0. انما ازاي لازم الف، لازم ابوظ نص الملعب عندي، لازم الرعونه، لازم الناس عندي يبقى شكلها اتعمد ان انا اخلي شكلهم مش حلو بسبب التغييرات واسلوب اللعب في الملعب. ماتش يحرق الدم اكتر من ماتش الاهلي وماتش الجونه، لان خلاص المنظر بقى محفوظ وبقى الشكل مش حلو، والناس كلها عارفه انت بتلعب ازاي، وعارفه حتى وانت لما بتجيب جون فيهم عارفين انهم هيقدروا يرجعوا وبيقدروا يلعبوا اللعب بتاعهم، وانت بتقف متفرج من بره ولا كأنك اجدعها مشجع ما لا يفقه شيء في الكاتشانه من خارج المستطيل الاخضر. لو سمحت جون ادوارد والاداره لازم ياخدوا قرار نهائي في ان الراجل ده ما يكونش موجود على اداره الفريق، ولازم يمشي عشان هيكرهنا في تشجيع الزمالك. والله ما في امل فيه. فخلاص كده الواحد لازم فعلا ياخد قرار مع المدرب ده، لان حتى النصايح ما بتنفعش معاه. والله لو اتفرجت على الفيديو اللي فات انا قايل الكلام ده بالحرف قبل الماتش بيوم كامل امبارح. هتلاقوا الفيديو موجود على القناه في اليوتيوب. هتلاقي كلامي بالظبط ده اللي حصل في الماتش. فانا مش عارف بصراحه اقول ايه اكتر من كده. لازم الفرقه تقف على رجليها بمدرب يكون على قدر المسؤوليه، وان احنا هيقدر يطور لنا اللعيبه ويطور لنا الخطط ويطور لنا شكل اللعب، ونقدر ان احنا لما نبقى فرقه تقيله لما بتجيب جون تقدر تلعب الكوره على الارض وتنقل وتحافظ على الكوره، وتقدر ان هي تروح لخطوط الفرقه اللي قدامنا بشكل كامل وكومباكت، وان احنا نكون متماسكين، وفي نفس الوقت بقدر اقفل الملعب بتاعي بعد ما اجيب اجوان. والكلام ده كله سهل جدا وبسيط، بس معرفش ايه اللي بيخليها صعبه قوي كده دايما مع الزمالك. لو سمحتوا يا اداره الزمالك يا جون ادوارد، خلوا الراجل ده يمشي. ما تنسوش تتابعونا على القناه وفعل الجرس عشان ان شاء الله تبقى متابعني على طول. وباذن الله الزمالك
هيبقى افضل الفتره الجايه، والحياه مع الزمالك هتبقى افضل ان شاء الله. بس الراجل ده لازم يرحل. سلام عليكم.